السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير. عارفين اوقات كده لما بيكون نفسي في شوكولاته ومفيش في البيت غير شويه كاكاو، بقوم فورا واعمل وصفه الكوكيز دي. انتم مش متخيلين قد ايه طعمها حلو، كانها بالظبط قطعه شوكولاته. حقيقي سهله جدا كمان، ما بتاخدش اي وقت ولا مجهود في تحضيرها، يعني تجهز كده في 10 دقايق. قوامها كمان بيبقى ممتاز، مقرمشة كده من بره ومن جوه طرية فادجي وشوكولاتي. متأكدة لو جربتوها هتبقى وصفة الكوكيز المميزة والمفضلة عندكم. لو بتشوفوا قناتي لأول مرة أهلا بيكم، أنا داليا النجار. ياريت لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بقى نسمي الله ونبدأ. زي ما انتوا شايفين المكونات في منتهى البساطة. هنبدأ الأول ان احنا نقطع الزبدة لقطع كده صغيرة عشان تدوب بسرعة. هنسيح الزبدة، انا دخلتها الميكروويف 30 ثانية تقريبا. لو خدتوا بالكوا هتلاقوا فيه قطع صغيرة كده من الزبدة. ليه بقى مش بسيحها للآخر؟ علشان تبرد بسرعة. هو كده كده القطع اللي باقية دي هتدوب بحرارة الزبدة. دول تقريبا 150 جرام أو كوباية إلا تلت من الزبدة الغير مملحة. استخدموا كده بولة كبيرة لأن دي اللي هنجمع فيها كل المكونات، ونستنى لحد لما الزبدة تبرد خالص. بعد كده زودت عليها 175 جرام من السكر، سكر أبيض عادي خالص. دول تقريبا يعني كوباية ناقص معلقتين كبار من المعالق المعيارية. هنزود كمان رشة ملح ومعلقة صغيرة من الفانيليا. هنقلبهم بقى كويس قوي مع بعض بمضرب يدوي او بمعلقة، المهم انه السكر والملح كده والمكونات دي تبدأ تدوب. وهزود عليهم بيضة حجمها كبير، يعني لو عايزين بالدقة يعني 50 جرام. ونقلبهم بقى كويس قوي مع بعض لحد لما البيضة تختفي. وبكده تبقى خليط المواد السائلة جاهز. نشيله على جنب ونبدأ نجهز في خليط المواد الجافة. ومهم جدا ان احنا ننخلهم. هنبدأ الاول ب 140 جرام او كوباية من دقيق جميع الاغراض، وممكن برضو دقيق الكحك والبسكوت. علشان يطلعوا 140 جرام مظبوطين ما بنقلبش الدقيق الاول، يعني احنا بنحط الكوباية كده جوه الدقيق وبعد كده نخرجها ونسويها. بعد كده نزود نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، و50 جرام أو ما يعادل نص كوباية معيارية من الكاكاو الخام الغير محلى. وطبعا لازم نختار نوع حلو لأن هو ده الأساس اللي بيديني طعم الشوكولاتة اللي بنحبه. بعد كده نقلبهم كويس قوي علشان المكونات تتوزع مظبوط. وناخد خليط المواد الجافة نحطه فوق المواد السائلة، ونقلبهم بسباتيولا لحد لما تتكون عندنا عجينة. خلوا بالكم من ملحوظة مهمة جدا، ان العجينة في البداية ممكن تحسوا ان هي سايلة شوية، بس اصبروا عليها شوية لحد لما الدقيق يبدأ يتشرب المواد السايلة، هتلاقوها بتتماسك. ما تتسرعوش وتزودوا دقيق. بصوا يعني بعد ما قعدت شوية بدأت اهو تتماسك ومش بتلزق في ايديا. ومع ذلك برضو انا هغطيها وهدخلها التلاجة لمدة 10 دقايق علشان اضمن انها متماسكة كفاية. بعد ال10 دقايق لو حسيتوا انه هي سايلة فعلا ممكن نزود شوية دقيق، ده في حالة ان انتوا مستعملين الكوباية، لكن غالبا لما نستعمل الميزان المقدار بيكون مظبوط. بصوا ده شكل العجينة بعد ما قعدت في التلاجة بالظبط 10 دقايق. سهلة التشكيل خالص وما بتلزقش في ايدي نهائي. نبدأ بعد كده نشكلهم. أنا بستخدم آيس كريم سكوب علشان كلهم يبقوا قد بعض، ما يوازي تقريبا معلقتين ونص من المعالق الكبيرة المعيارية. ونكورهم بقى من غير ما ندوس في الكورة، أنا عايزاها تبقى كورة كده مش متبططة. ومهم إن هم يبقوا قد بعض، يعني تقريبا كل واحدة في حدود من 50 ل 53 جرام. مهم جدا علشان يبقوا كلهم تسوية واحدة. مهم قوي نسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية وما بينهم وبين طرف الصينية. انا استخدمت ورق زبدة تحت الكوكيز، او ممكن تدهنوا الصاج مسحة خفيفة جدا من الزيت، ما نكترش. وبدخلها التلاجة 10 دقايق كمان علشان تتماسك وعلشان اضمن انها ما تفرش في الفرن. نيجي بقى لمرحلة الخبز. طبعا قبل ما بسويها بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة علشان اضمن ان هو سخن كويس. وبدخلها في الرف الاوسط، بتقعد تقريبا من 8 دقايق ل 11 دقيقة. بعد ال8 دقايق نبدأ بقى نبص عليها بصباعي كده، بتكون المفروض ان هي متماسكة بس في نفس الوقت مش جامدة من النص. طالما تماسكت كده يبقى هي تمام. بطلعها بقى واسيبها تبرد تماما. طب بعد ما تبرد خالص ساعتها ممكن نحركها من الصينية، مش قبل كده. المقدار ده بيعمل تقريبا 11 حبة كوكيز من الحجم اللي انتوا شايفينه ده.
لو حجم الكوكيز اصغر من كده هتعمل عدد اكبر، بس نخلي بالنا انه هتحتاج لمدة تسوية اقل في الفرن. حاجة أخيرة ومهمة، لو بتحبوا المحتوى بتاعي وبتستفيدوا ولو بحاجة صغيرة، ياريت مهم تدعموني بلايك وشير وكومنت، لأن ده بيفرق جدا في إنه القناة توصل لأكبر عدد من الناس. بس كده، شكرا، بحبكم قوي، اشوفكم على خير وسلام عليكم.